مرحبا حبايب، كل عام وانتم بخير إن شاء الله من عوادة، وإن شاء الله تحقيق كل الأماني للجميع يا رب، وإن شاء الله سنة خير ورحمة عليكم حبايب. إكليجتنا هاي هنا عندي كيلو طحين، وعندي هنا نص كيلو من دهن جنة، وإذا مو دهن جنة زبد اللي حسب المتواجد عندكم. هنا راح استخدم تشيز فانيلا ونص تشيز بيكنج باودر لأن عندي كيلو طحين. هنا راح استخدم الحليب المكثف، راح استخدم نص العلبة. وهنا عندي التمر مفلسته بس بعدي معاجنته للحشوة مالت الكليجة. وهنا بالنسبة راح استخدم المبروش، وراح استخدم السمسم هاي بالحشوات، وراح استخدم اللقم همين. هاي حشوات 4 عندي، بس الجوز ما كان متواجد عندي لأن أول كيلو هاي سويته. إن شاء الله بالوجبة الثانية راح وي هاي التحضيرات راح أخليه جوز إن شاء الله. هاي 4 حشوات عندي. بالنسبة البهارات مالتها وحوائج الكليجة راح استخدم الكزبرة والحبة حلوة والهيل، وراح استخدم هنا الحبة سوداء، تعطي نكهات كلش طيبة للحشوات مالت الكليجة. أنا العجينة ما راح أخلي هواية، الدارسين راح استخدمه للتمر، وراح استخدمه هم بالحشوة حسب النكهة اللي تحبوها انتم، تقدرون تضيفون نكهات. هنا هذا كيلو الطحين عندي، راح أضيف عليه نص الكيس مالت البيكنج باودر، ما راح أضيف الكيس كله لأن ما أريدها عندي تكون مختمرة، أريدها يعني بحيث العجينة مالتها كليجة تكون يعني هيك شلون الرملية نقول. الفانيلا راح أضيف الكيس كله، تنطيها نكهة طيبة. تحبون هنا تضيفون الحوائج، تحبون تضيفون هيل، تحبون تضيفون حواجي الكليجة، عادي ماكو إشكال، بس أنا حبيتها نكهتها راح تكون العجينة مالتي بالفانيلا بس، لأن أريد الكليجة مالتي تكون بيضة. إذا ضفتوا لها النكهات راح تنطي لون إلى الصفار تاخذ، فلا تكثرون بها هواية، خلوا المطيبات بالحشوات مالت الكليجة. الدهن أو الزبد مالتكم لا تخلوه حار. شوف هسه أنا يعني مجرد يعني ذاب بس، لأن إذا حار بتضيفي على الطحينة راح اللون مالتها هم تسمر عندك. فدائما نحب الكليجة تكون بيضة، بياضها ناصع، والوجه مالتها ينطي لون الذهبي أو الأحمر. فهنا أنا راح أبلش أجمع بالطحين ويا الدهن، قلت لكم نص كيلو دهن. إذا تحبون بالمقياس كوب المقياسي، أنا هنا 5 طحين وكوبين دهن صار عندي، بس الدهن كان يعني متماسك مو ذايب. فبالميزان وزنته وبعدين قسته لكم بالمقياس بالكوب المقياسي. هنا بديت أجمع بيها بالطحين أحيث أريد الدهن كله يتلابس ويا الطحين. مجرد يعني راح أجمعها وأخلي الطحين دهن والطحين يتلابسن سوية. طريقة كلش سهلة وطريقة ناجحة وما بها أي تعقيدات، واللي متواجد عندك بالبيت تقدرين تحشين بيها. هنا هاي علبة الحليب المكثف راح أخلي نصها، ما راح أخلي كلها، نصها تقريبا. تقدرين تستغنين عن الحليب المكثف إذا ما حبيتي، تقدرين تضيفين علبة جيمر، والحلا تقدرين تضيفيها ويا قلاص المي. طبعا قلاص مي واحد على الكيلو بس، لا تضيفون أكثر. تقدري تذوبين السكر بيه تخليه كلش. هنا بعد ما تلابست عندي المواد راح أبدي أضيف المي وأعجنها. قلت لكم تقدرون تذوبون السكر بالمي، ذوبيه يعني 3 ملاعق كلش كافية، احنا ما نحبها كلش حلوة. وتقدرين تضيفين حليب وياها قد ملعقتين طعام باودر، واذا عندك كوب حليب تضيفين عليه السكر وتعجنين بيه. طريقة كلش حلوة همين، بس تكثرون من الحليب همين.
إن هذا أول نص كوب أني لأن ردت أجمعها وبعدين أضيف النص الكوب الثاني. بدت هي تقريبا تنجمع عندي، بس نص حسيتها بعدها ناشفة تحتاج بعد مي، فأضيف نص كوب ثاني، فصار عندي كوب من المي حسب الطحين مالتكم وش قد يحب ياخذ مي. اكو طحين طبعا هسه بالحصة انطو ياخذ تقريبا نص كوب مي، ما يحب هواي مي. هذا الطحين اللي عندي مال معجنات اصلا، فاخذ من عندي كوب من المي. شوفوا العجينة شلون صارت حلوة، بس انا ما راح اشتغل بها هسه، راح اخليها اجمعها واغلفها واخليها بالثلاجة لمن اكمل الحشو مالتي، وبعدين ابدي ألفين الكليجة. هسه راح نغلفها ونخليها بالثلاجة إن شاء الله. حبيت أتأكد بأن الكل يعني متلابس، المواد متلابسة. هنا راح نبدي بالحشوات مالتنا. التمر ما راح أخذ كله، راح أخذ لأن هو كيلو، فراح أخذ كمية من عنده. هاخذ تقريبا نص الكمية وأشوف إذا احتاجيت بعد أبدي أرجع مرة ثانية أضيفا. هنا راح أضيف عليها دهن جنة، بس أنتم إذا زبد بعد أطيب كلش طيب. بس دهن جنة أنا عندي طعمه كلش طيب بالمعجنات بالحشوات مالت الكليجة، طعمه كلش طيب أطيب عندي بصراحة من الزبد. فإذا حبيتوا أنتم ما متواجد عندكم أو دهن حر بعد أضبط، أنا ما متواجد بصراحة دهن حر، كان عندي مخلص فعجنتها وتركتها على جهة. هنا راح أضيف المبروش حبايب تحبون تجمعونه، أنا راح أضيف عليه دارسين نكهة دارسين، تحبين هيل تحبين حوائج الكليجة اللي قلت لكم كزبرة وحبة حلوة وهيل الحبة سوداء ضفناها على التمر. هنا راح أبدي أضيف الحليب المكثف. ما شفتوا على الكليجة من خلية الحوائج على التمر، حوائج الكليجة على التمر العفو، ما أعرف مقطوع من الفيديو، بس ضفت عليها الهيل وحبة سوداء وحوائج الكليجة. طهت طعم كلش طيب للتمر، يعطيها فد ريحة يعني تحسيها الكليجة مالتك من تترسي البيت من تشويها وجوارين يشتمون الريحة تصير طيبة. هنا أنا بديت أجمع بالمبروش، ضفت له الحليب المكثف. شوفوا شلون انعجن عندي. طبعا هاي الكمية وبعد راح أسوي كمية ثانية لين شفتها كمية قليلة، عجبتني ريحة المبروش ويا الدارسين بالكليجة وبالمعجنات طبعا كلش طيب. باقي الدول يسمونه القرفة، عود القرفة. طبعا أنا أطحن قليل، أطحن من عنده حتى الريحة مالته ما تروح، فدائما أطحن قليل وأخليه الحافظة مالته. أو حتى شفتوا المساء الحبة حلوة والكزبرة بالعلب، أنا أطحن قليل قليل على قد الاستخدام حتى لو ريحته مالته. السمسم هنا حمصته، هذا السمسم أقولكم باع أبيض ما محمص، أخذت من عنده قسم وحمصته. بعد شوية دافي راح أضيف عليه القطر أو الشيرة. قطر أو الشيرة تضيفون عليه إذا عندك عسل، عندك وإذا ما قدرتوا يعني ما متواجد، هو يعني استكان مالت شكر على نص استكان مي تذوبيه على الطبق، قطرات قليلة من الليمون أو اليمندوزي، هيك حبات قليلة تخليه تفور يتماسك ويصير عندك الشيرة، وتخليها دائما بالثلاجة عندك تستخدميها. أنا بالاستكان سويت لك على قد الكمية لين أخاف ما تردون هواية، تقدرين بالقلاص تسوي كمية القطر. هاي هنا السمسم ما راح يعني أكوره لأن هنا شوي كان دافي، فبعد ما متماسك هسه من يبرد راح يصير عندي يتماسك أكثر. تقدرين بمحضرة الطعام تضيفينه وتكسرينه هو والشيرة فيصير عندك مثل العجينة. أنا لا، حبيت السمسم تبقى الحبة بكبرها. عندي فيديو قديم مسوية الحشوات أنهي مالت الكليجة بمحضرة الطعام، بس شفت الطريقة هاي أضبط، يعني تبقى السمسم يبقى المبروش يعني نكهته تبقى أكثر. هنا بعد ما كملت الحشوات التمر قلت لكم والمبروش والسمسم واللقم قطعته والعجينة مالتي ارتاحت بالثلاجة تقريبا تركتها أكثر من ساعة.
عادي، ما طول بالثلاجة فما عليها شي، تقدرين تعجنيها وتخليها أكثر من ساعة ساعتين تكملين شغلك وترجعين، ما أكو أي إشكال. هنا راح أبدي أكور بيها شلون متماسكة العجينة براحتي، راح أشتغل حتى النقشة مالتها راح تبين. نقشة الكليج أزيتها تقول تعاني بأن تروح من بعد ما تدخل الفرن، يا أما كثرة الدهن أو الزيت بالكليجة يسبب اختفاء النقشة. هنا أنا عندي هاي الطريقة لا ما راح تختفي النقشة، راح تبقى ظاهرة. والقالب عندي هاي 3 نقشات، راح أستخدم وحدة للتمر ووحدة للقم ووحدة للمبروش. والقوالب ذيك راح أستخدمها يا أما للسمسم، فراح أعرف أني من النقشة مالتها كل من والحشوة مالتها. منكم اللي ما يعرف شو اسمه الكليجة شنو يكسرها ويشوف إذا مو تمر، إذا تمر قسم ما يحبون التمر يتركوها، إذا لقم ياكلوها. فهو يشوف أكو عوائل يعني الأطفال اللي يكسروها ويتركوها لين ما تعجبهم الحشوة. أنا بهاي الطريقة عرفت نوع النقشة. فأنتم كل قالب تقدرون تخلون نقشة للحشوة مالتكم، تعرفون بأن هاي لقم، هاي مبروش، هاي تمر. فهاي النقشات. والقالب هذا القالب أزيتها تشتكي من قالب الخشب، يعني بصعوبة تطلع. أنا أقول لكم أول ما تشتري حاولي تنقعيه بدهن وتركيه مدة 2-3 قبل الاستخدام، راح القالب عندك يكون سلس. أما إذا هم بدأ يلتصق عندك تقدرين العجينة مالتك ورا ما تلفيها وتكمليها تقدرين تضيفيها بشوية طحين وتقدرين تخليها بالقالب هم تطلع عندك بسهولة. قسم هسه بعض يعني الشيفات أو اللي يسوون الحلويات جوراب جديد يطلعون من السيليفون، يلبسون القالب بيه ويقدرون يعني يخلون الكليجة. أنا لا، يعني طقة طقتين تطلع الكليجة عندي. أو أقدر أضيف الدهن عليه أو الطحين فبسهولة يطلع عندك تطلع عندك. أنا ما راح أضيف الدهن، لأن إذا خليت الدهن أو الزبدة بالقالب الوجه راح يسيح عندي من أخليها بالفرن. فأني أريد لا، ما قدرين قلت لك الطحين تخليها، قدرين بجوراب جديد يعني تلبسيه للقالب تقدرين تستخدمينه كلش حلو. طرق كلش هواية وسهلة. هاي هنا راح أخلي السمسم شوفوا يعني هسه عندي طبعا نشف هنا، فأقدر أكورها حتى بهاي المرحلة أقدر أكورها، بس أنا ما راح أكورها، راح بسهولة لين تلتف عندي. شوفوا لا تطشر السمسم أزيد. كنا يعني بصراحة قبل ما كنا صغار نحط السمسم ونخلي عليه شكر ونبدي نخليه فيطلع من الكليجة يدمر الإيدين يدمر العجينة. فشوفون يعني بصعوبة نخلي السمسم حشوة السمسم بالكليجة. بس هاي الطريقة طريقة حلوة وسهلة وقدرين يعني بسهولة تستخدميها. هنا أنا استخدمت لكم ولفيت لكم أكثر من شكل إن شاء الله. ما راح ألف الكليجة كلها وياكم حتى ما يطول عليكم الفيديو، راح نختصر الفيديو إن شاء الله. بس هاي أخير يعني حبة راح ألفنها حتى تبين عندكم، خاصة بنوتاتنا حبايب الصغار هواي يعني يتابعني على القناة. ماما يعني إذا عندك قوالب البلاستيك عندك القالب هذا الهسة الكبس يكون عندك أسهل من قالب الخشب، لأن قالب الخشب للمبتدئات أحس بصعوبة. بس أنا لين متمرسة بسهولة يطلع عندي. هاي بقى راح أكملها وأرجع أراويكم الصينية. الكيلو طحين سوى عندي الصينية الفرن الكبيرة، هاي كملتها الحمد لله والشكر. ديك طبعا بالطول ديك الحلزونية مالت السمسم خليتها، والبعتها مالت اللقم، والبعتها مالت وياي بداية أول من أنا مالت التمر والمبروش واللقم والسمسم. فأني أعرف النقشات مالت الكليجة مالتي وشنو هي. هنا أخفقت بيضة صفار البيض، خففتها شوية بحليب ودهنت الوجه مالتها تنطي لون كلش حلو وذهبي للكليجة. هاي من بعد ما دهنتها وكملتها راح أدخلها للفرن. طبعا هاي هنا بالفرن أخذت لون كلش حلو
لون. درجة الحرارة الفرن ورا ما تحمي تخليه على درجة 200، من تردي تخليه كليجة تقلليه وتخليه على درجة 160 بس من جوا، ومن تاخذ لون تبدين من فوق تنطي الوجه. يا رب إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وصفة سهلة وتتكسر بالإيد أو تذوب بساع، يعني ما شاء الله، وريحتها كلش طيبة. ريحة الحشوات. يا رب إن شاء الله أتمنى عجبتكم، وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية حبايبي. لا تنسونا حبايب من اللايك والاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو. في أمان الله حبايبي.